أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي. اليوم غادي نتعرفوا على شخصية تاريخية ومهمة في تاريخ المغرب وشمال إفريقيا. أسد الريف اللي قاد ثورة الريف ديال الاستعمار الإسباني في العشرينيات من القرن الماضي، وكيفاش استطاع يفوز بمعارك ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني، وخاصة في معركة أنوال الخالدة اللي استطاع أنه يهين فيها الاحتلال الإسباني. لكن قبل خاصنا نعرفوا شكون هو محمد بن عبد الكريم الخطابي، كيفاش نشأ وفين درس، والمسيرة السياسية والعسكرية ديالو ووفاته. هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو. تولد محمد بن عبد الكريم الخطابي في عام 1882 في بلدة أجدير بالقرب من مدينة الحسيمة في شمال المغرب. كينتمي إلى قبيلة بني ورياغ الأمازيغية، وتعرفت أسرة الخطابي بالمكانة العلمية والسياسية لرجالاتها اللي شغلوا مناصب القيادة والقضاء في منطقتي الريف الأوسط والغربي. تلقى التعليم الأولي في حفظ القرآن والتعاليم الدينية بأجدير قبل ما ينتقل للدراسة في مدينة تطوان ثم مدرسة العطارين بفاس، ثم انتقل إلى مدينة مليليا اللي نال فيها شهادة البكالوريا الإسبانية، ثم انتقل بعد ذلك للدراسة في جامعة القرويين بفاس. خلال فترة الدراسة ديالو في فاس تكلف من طرف والده ببعثة سياسية لدى السلطان عبد العزيز سنة 1908 أبدأ فيها دعم قبيلة بني ورياغل لمحاربة الجلالي بن دريس الزرهون، واللي كتعرف ببوحمارة، اللي هدد وحدة الدولة المغربية قبل فترة الاستعمار، واللي زاد من الأطماع الاستعمارية في المغرب في ظرفية سياسية صعبة من تاريخ المغرب. وكان ختام مسيرته الجامعية في مدينة شلامانكا الإسبانية لدرس فيها القانون الإسباني بجامعتها لمدة 3 سنوات. وعلى غرار والده عين سنة 1913 قاضيا، ثم رقي سنة 1914 إلى منصب قاضي القضاة بدهر الشريف وبأمر من المقيم العام الإسباني عن سن 32 سنة، وتبوأ بذلك أرفع درجة في سلك القضاء الخاص بالساكنة المسلمة لمدينة مليليا، والشهر بحكمته وعدله وثقافته. نقدروا نقولوا أنه حتى لهذه اللحظة كل شيء كان عادي، لكن بعد الأحداث اللي شهدتها العالم في ديك الفترة هيتغير تفكير محمد بن عبد الكريم الخطابي. ومن بين الأحداث الحدث الأول اللي هو سجنه سنة 1915، واللي كان نتيجة تعاطف مع ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى، وجاء السجن بإيعاز من السلطات الفرنسية. كان نفوذها السياسي كيمتد إلى غاية منطقة الحماية الإسبانية في شمال المغرب، واللي اتهمت محمد بن عبد الكريم الخطابي بالتخابر مع ألمانيا. وفي هذه المرحلة تولد لدى الخطابي وعي وإحساس بالاضطهاد الاجتماعي والسياسي اللي كان كيولدو الاستعمار لدى المغاربة، وشرع بربط العلاقات مع معارضي الوجود الاستعماري بالمغرب في المنطقتين الإسبانية والفرنسية. أما الحدث الثاني والرئيسي فكيتجلى خصوصا في انتقال الاستعمار الإسباني إلى مرحلة التغلغل العميق اللي كان مرتكز على قواعد رئيسية على السواحل المغربية الشمالية، وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، بعد تكثيف التواجد العسكري ونشر 63 ألف عسكري وتوسيع المناطق العسكرية على امتداد شمال المغرب، وهو ما لاقى معارضة قوية من طرف شيوخ القبائل وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي الأب. وهنا تحولت تدريجيا العلاقة بين آل الخطابي والإدارة الإسبانية من التعايش إلى القطيعة. وكان القاضي الخطابي الأب أول من نظم المقاومة الريفية سنة 1920 بمساعدة ابنيه محند ومحمد، اللي قطع دراسة الهندسة بإسبانيا والتحق بوالديه وأخيه سنة 1920. وكان لتعيين جنرال سيلفستري حاكما عسكريا إسبانيا في منطقة الحماية الإسبانية بالمغرب. أثر التسريع إلى هذا التحول بسبب مقاربته العسكرية الصرفة، وبسبب المقاربة العسكرية ديالو اللي تحكمت في التحركات الدبلوماسية والقرارات السياسية. وهنا قام الأب عبد الكريم الخطابي بجمع الناس من القبائل للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني. لكن وفاة الأب عبد الكريم الخطابي سنة 1920 عجلت ببداية الكفاح، خاصة بعد خلافة ابنه محمد بن عبد الكريم الخطابي في قيادة قبيلة بني ورياغل. وهنا بدأت المناوشات والعمليات ضد الاستعمار الإسباني. فكان الشجعان الريافة بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي كيقوموا بعمليات عسكرية واسعة النطاق في المناطق الريفية، وخاصة في 1 يونيو عام 1921 قام محمد بن عبد الكريم الخطابي بمهاجمة نقطة المراقبة العسكرية إسبانية برفقة 300 مقاتل بطريقة مفاجئة، وأسفر الهجوم عن مقتل نصف الحامية العسكرية الإسبانية، بالإضافة إلى اغتنام الريفيين لمجموعة من القطع والمدفعيات والمعدات الحربية أخرى. كيعتبر المؤرخ الإسباني ريكاردو دي لا بأن هذه المعركة كانت أول هزيمة حاسمة للجيش الإسباني في الريف، وساهمت في تقويض معنويات الإسبان
وخصوصا سيلفستري اللي دخل التاريخ كأول جنرال إسباني يخسر مدافعه في إفريقيا. مباشرة بعد هذا الانتصار تقاطرت القبائل الريفية على مركز القيادة الثوار في تمسمان، وارتفع جيش محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 1000 مقاتل جلهم من بني ورياغل ومن بني توزين. لكن الهزيمة الكبيرة للاحتلال الإسباني كانت في 17 يوليوز عام 1921 في معركة أنوال الخالدة، بحيث أن الإسبان بقيادة الجنرال سيلفستري وأكثر من 25 ألف جندي، بينما الأمير الخطابي كان معه أقل من 2000 جندي. وكانت أوامر الجنرال برينغر إلى سيلفستري بعدم التقدم إلى الأمام، لكن لم يعره أدنى اهتمام لهذه الأوامر، وتوجه مباشرة نحو أنوال للسيطرة على الموقع، خاصة أنه كان يقلل من المجاهدين. وفي تمام الساعة 6 مساء من 20 يوليوز عام 1921 وصل محمد بن عبد الكريم الخطابي مع 1500 جندي. وفي تمام الساعة 6 مساء من 20 يوليوز عام 1921 وصل محمد بن عبد الكريم الخطابي مع 1500 جندي إلى موقع أنوال لتشتغل الحرب حتى الصباح 21 يوليوز في نفس السنة. وانتهت الحرب بانتحار سيلفستري وموت الكولونيل موراليس اللي أرسل محمد بن عبد الكريم الخطابي جثته إلى مليليا. وكانت من أهم النتائج كما يذكر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في مذكراته. وهنا انضحر الجيش المنظم والكثير العدد أمام قلة من المجاهدين. انهزم الجنرال سيلفستري الصديق الحميم للملك ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا آنذاك، اللي كان يعد ملكه وجيشه والعالم بأنه سينتصر على الريفيين وسيشرب الشاي في بيت عبد الكريم الخطابي بأجدير. وهنا بدأت الانتصارات المتتالية للجيش الخطابي اللي وحد صفوف قبائل الريف شمال المغرب. ومن بين هذه القبائل قبائل بني ورياغل وتمسمان وبني توزين وبقيوة وباقي قبائل الريف وقبائل الجبال، وسماها بعد ذلك بمجلس القبائل. وبعد انسحاب قوات الجيش الإسباني لمليليا استطاع محمد بن عبد الكريم الخطابي السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال المغرب بعد طرد الاحتلال الإسباني. وفي 18 سبتمبر عام 1921 تم تأسيس جمهورية الريف تحت قيادة الأمير الخطابي، اللي دعا القبائل المقاومة للاحتلال الإسباني للاجتماع والوحدة في نظام سياسي موحد، كما قام بتوحيد المقاتلين تحت الجيش النظامي موحد بمشاته ومدفعيته. ورغم الاعتراف بعض الدول بجمهورية الأمير الخطابي إلا أنه فشل بعد مؤتمر وجدة. تشكل تحالف دولي بين إسبانيا وفرنسا حيث أعلنت الحرب على جمهورية الريف، بالإضافة إلى الاستعانة بالجنود والمرتزقة من شمال إفريقيا، حيث شنت فرنسا وإسبانيا والجيش من المرتزقة تحت قيادة المارشال الريفي أمزيان، اللي كان على دراية بجغرافية المنطقة وتكتيكات العسكرية للقبائل الريفية بحكم انتمائه لها. كنته من أداء دور حاسم في مساعدة القوى الاستعمارية في شن حرب شنيعة على قبائل الريفية المناهضة للاحتلال الإسباني، استعملت فيها الأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دوليا كغاز الخردل اللي تلقى لأول مرة بواسطة طائرات الجيش الإسباني، واللي لا زالت الآثار ديالو بادية حتى الآن، كما شهد على ذلك من العسكريين الإسبان اللي شهدوا حرب الريف. لكن ومع اشتداد القصف العنيف على القرى والمدن الريفية وعاد تشديد الخناق عليه من الجيشين الفرنسي والإسباني، وبمشاركة الآلاف الخونة اللي تم تجنيدهم للقضاء على ثورة الريف بقيادة الجيش الفرنسي والإسباني، حيث كانوا يعرفون شعاب وتضاريس المنطقة وتكسيك القبائل المحلية المقاتلة. مما اضطر محمد بن عبد الكريم الخطابي وبعد تشديد الخناق والقصف على الأهالي إلى تسليم نفسه في نهاية المطاف إلى سلطات المستعمر الفرنسي مقتحما بجواده إحدى السكنات العسكرية الفرنسية. وهنا قرر الفرنسيين نفيه إلى جزيرة لا ريونيون، واستقر بعد ذلك بجمهورية مصر العربية كلاجئ سياسي بعد ما قررت فرنسا نقله إلى فرنسا. لكن أثناء مرور الباخرة ببورسعيد استطاع أنه يطلب طلب اللجوء آنذاك عند المملكة المصرية، والشيء اللي خلاه أنه يبقى كلاجئ سياسي هنا. وهنا بدأ العمل السياسي في مصر. فبعد نفي القوات الفرنسية الخطابي وعائلته إلى جزيرة فرنسية وبعد أكثر من 20 عام في المنفى قرروا نقله إلى فرنسا. وأثناء مرور الباخرة ببورسعيد بمصر طلب حق اللجوء السياسي من الملك فاروق ملك مصر آنذاك، واستجاب الملك فورا إلى طلبه، وقد ظل مقيم بمصر حتى وفاته. وقد لجأ معه في مصر عمه الأمير عبد السلام الخطابي وشقيقه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وزوجاتهم وأولادهم. وبعد الاستقرار في مصر ترأس الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي لجنة تحرير المغرب العربي بتاريخ 5 يناير عام 1948 اللي هدفت إلى العمل على استقلال دول المغرب العربي. وقد نص البند الأول من ميثاق التأسيس للجنة على أن المغرب العربي بالإسلام كان وبالإسلام عاش وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية. كما دعا محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى الاستقلال كل من المغرب من الحماية الفرنسية والإسبانية. كما ساند الإطلاق من القاهرة من خلال راديو صوت العرب الناصري حركات تحررية في كل من الجزائر وتونس وليبيا وباقي الدول العربية والإسلامية. كما قام الأمير الخطابي بلقاء العديد من قادة الدول وزعماء التحرر في العالم
كلقائه مع الملك فاروق وبعدها بالرئيس محمد نجيب وجمال عبد الناصر. كما التقى بالملك الراحل محمد الخامس في يناير عام 1960. كما أنه التقى بالمناضل الشيوعي تشي جيفارا اللي مشى مصر خصيصا باش يتلاقى الامير الخطابي. لكن في 6 فبراير عام 1963 توفي الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي في منزله بين عائلته، ليرحل بطل الريف واسد من اسود المغرب لحاربوا الاستعمار الاسباني والفرنسي، واللي بخطط اللي كان كيقوم بها قامت ثورات في العالم على الاحتلال. وتدفن محمد بن عبد الكريم الخطابي في مقبره الشهداء بالقاهره، وحضر جنازته العديد من زعماء الدول. وفي الاخير ما تنساوش تذكروا لنا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم على الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي. واش كان مناضل وثوري اللي قاوم الاستعمار؟ وشنو هي اهم الاسباب اللي خلت الامير الخطابي ينهزم بعد فوزه بمعارك كبيره امام الاسبان؟ واش بسبب الخونه والعملاء، ام بسبب التحالف ديال الاسبان وفرنسا، ام بسبب اسباب اخرى؟ وفي الاخير رحمه الله تعالى على جميع الشهداء والمجاهدين.